قصة محمد رمضان اللي محدش عايزك تعرفها من بداية لما كان شاب بسيط قبل التمثيل لحد ما وقتنا هذا. وفي سر هقولك عليه في الآخر، اللي هو سبب شهرة محمد رمضان الحقيقية اللي محدش هيقولك عليها نهائي ولا حد هيقدر يقولك عليها. محمد رمضان كان شاب بسيط، كان ساكن في المنيب زيه زي أي حد. كان شغال على سواق تباع مع سواق ميكروباص، ينادي ويلم الأجرة، ده كان آخره. بس قالك أنا بحب مجال التمثيل، أعمل إيه. حد قال له انزل كومبارس. بدأ يروح يسأل فين قهوة الكومبارسات. كانت في وسط البلد قهوة اسمها بعرة موجودة لحد وقتنا هذا. لحد ما القهوة دي كان بيقعد على قهوة بعرة موجودة في وسط البلد، وقهوة موجودة في فندق سياج، دي قهوة الكومبارسات. وناس كتير شافته ان هو كان بينام في جنينة مصطفى محمود. ومحمد رمضان اكد على الكلام اللي بقولك دلوقتي، كان بينام في الجناين لحد ما يطلع اوردر ويطبق ويروح تصوير. كان هو كل اللي بيعمله كان بيمشي حركة فقط، ما بيعملش اي اكتر من كده. لحد ما ربنا كرمه وجاله جملة، كان طالع عسكري صامت. بس كان ساعتها المخرج اختاره هو في فيلم رامي الاعتصامي. من هنا الفيلم دوت بدأ محمد رمضان تزهزه معاه، وبدأ يفكر في التمثيل بجدية. بدأ يروح لسعيد صالح، سمع إن هو عامل مسرحية وكده. راح عايز يخش المسرح، الأمن واقف. قال له أنت رايح فين؟ قال له داخل جوه لسعيد صالح. قال له مفيش حد هيخش. وبعدين رمضان قعد يعيط وقعد على جنب، أخش إزاي لحد ما الأمن كان ملهوم كده مع واحد، راح دخل جري على طول على المسرح جوه لسعيد صالح. قال له أنا عايز أمثل معاك وهمثل لك أي حاجة دلوقتي. سعيد صالح قال له مثل، لو بتعرف تمثل هاخدك معايا. وساعتها مثل كويس وعجب سعيد صالح ودخل في المسرحية. الصراحة كان وجه جديد، والجمهور كان بيموت على نفسه من الضحك من محمد رمضان. كان شاب بسيط والناس حبته ساعتها، لحد ما كان صيته اتشهر. المنتجين قالوا ما نجيب الواد دوت وندخله ناكل من ورا عيش. دخل ساعتها مسلسل احنا الطلبة، كانت اول مسلسل في حياته اسمه السندريلا، بس كان دور بسيط. وبعدين دخل في احنا الطلبة سنة 2008، ساعتها دوت بدايته الحقيقية. وبعدين دخل في الألماني، غير جلده تماما في الألماني وعبده موتة والحاجات دي. قال لك انا اخش فيها علشان اعمل البطل الشعبي، الناس تاخدني قدوة. محمد رمضان لعبها بذكاء. قال لك الشعب المصري بيحب الفهلوة وبيحب بيحب الواحد يبقى جامد وبيقطع ويضرب والكلام ده. وبدأ من زمان من ساعة الألماني وعبد موتة. وصراحة محمد رمضان لعبها صح، بدأ يختار الأعمال بدقة. وكمان اللي خلاه جامد جدا مسلسل ابن حلال مع محمد سامي، ده اللي خلاه جامد قوي. المسلسل ده اصلا كان معروض على محمود عبد المغني، ومحمود عبد المغني بذكائه قالك انا كل سنة بعمل 8 و9 مسلسلات، انا عايز استريح السنة دي. ويشاء القدر ان محمد رمضان يشتغل ابن حلال مكان محمود عبد المغني، اللي هو دلوقتي بيندم ان هو ما اشتغلش في ابن حلال. ومحمد رمضان عمل ابن حلال وكسر بيه الدنيا، كسر بيه الدنيا اقسم بالله. وبعدين عمل اسطورة ولع الدنيا. وبدأ قالك انا هخش في في الغنى علشان اعمل ترندات واجذب الناس ليا وابقى نمبر 1. بدأ يعمل نمبر 1، علاء الدين، كذا اغنية. قالك انا همشي في طريقين، مجال التمثيل ومجال الغنى، عشان ابقى موجود في ودان الشعب المصري. الشعب هيتفرج عليا او يسمعني. وكده محمد رمضان عرف يعمل ترندات. محمد رمضان ذكي، بيعرف يعمل ترند، مرة يلبس لك حاجة ملفتة، مرة يعمل كذا، مرة يرميلك فلوس في البحر، مرة عايز يلفت الانتباه، مرة يجيب لك صابونة بالذهب. الكلام ده كله عشان يلفت الانتباه
عشان كل ما يلفت الانتباه، كل ما يبقى ترند، كل ما الناس تتكلم عليه، كل ما المنتجين يجيبوه علشان الناس تتابعه. بس الصراحة اللي أنا أشهد لها إن محمد رمضان موهبة في مجال التمثيل، يقنعك بأي حاجة. يعني مفيش ممثل حاليا يعرف يعمل أسطورة زي ما محمد رمضان عمل مسلسل الأسطورة. وكمان المنتجين بدأت تجيبه بقى، ومسلسل برنس كسر الدنيا، ومسلسل جعفر العمدة عمل مشاهدات جامدة جدا مع محمد سامي. بس حاليا محمد رمضان بيحاول يرجع للدراما بعد غياب 3 سنين، ومنافسة أحمد العوضي ليه وخد سوق الدراما منه. عرض الموضوع على محمد سامي، ومحمد سامي قال له لأ. ليه بقى؟ هقولك السر دلوقتي. أحمد العوضي راسه ألف سيف إن محمد رمضان ما يشتغلش، بس هيقول له ما يشتغلش إزاي؟ عارف إن محمد رمضان أول صديق ليه هيلجأ له هو محمد سامي. راح لمحمد سامي قبل مسلسل علي كلاي، قال له يا محمد يا سامي، انا واخد اختك معايا في المسلسل ريم سامي، وهاخد مراتك في فيلم شمشون ودليلة. لو محمد رمضان جالك قالك عايز اعمل معاك مسلسل، قول له انا مش فاضي، قول له انا همثل واعمل مسلسل تاني. وبكده محمد رمضان ايه هو يعني ايه نية العوضي ان محمد رمضان بعد ما يلاقيش يعني محمد سامي يقول له لا، يأجل الموضوع. وبكده احمد العوضي يلم شعبية اكتر من اللي هو لممها. بس محمد رمضان قال لشركة الإنتاج، عرف الملعوب اللي اتلعب عليه دوت، وقال لشركة الإنتاج أنا عايز أعلى أجر. حسب كلامه، حسب تصريحات اللي شركة الإنتاج أو أحد الصحفيين، إن هو هياخد 250 مليون. ومحمد رمضان لعبها صح، إن هو هيرجع لسوق الدراما تاني عشان الشعبية ما تخفش عنه. وكمان ممكن شركة الإنتاج تقنع ياسمين عبد العزيز، ده سر تاني، إن هي تشتغل مع محمد رمضان. ياسمين عبد العزيز بعد مشكلتها مع أحمد العوضي، شركة إنتاج بتقول لو خدتها مع محمد رمضان هنعمل مشاهدات استثنائية جامدة جدا، وبكده هناخد السوق قبل ما المسلسل ينزل. بس محمد رمضان عرضوا الموضوع عليه قالك أنا موافق، بس ياسمين توافق. ودلوقتي ياسمين بتفكر بجدية إن هي تتعاون مع محمد رمضان في المسلسل دوت اللي هو هيكسر الدنيا، رجوع محمد رمضان للدراما بعد غياب 3 سنين كاملة. محمد رمضان قالك ده في عوض طلع لي اسمه أحمد العوضي ولازم نرجع تاني، وعرف الملعوب اللي أحمد العوضي عمله معاه مع شريك نجاحه محمد سامي. محمد رمضان ممثل ذكي جدا وعرف يلعبها صح. أصل واحد عمل ترندات وعمل علامة مسجلة وعمل نمرة تجارية والكلام ده كله، مش هيعرف الملعوب ولا هيعرف السوق ماشي ازاي. محمد رمضان عارف كل حاجة، هيعملها امتى وهيشتغل امتى. وهنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اي حاجة اي كواليس حابين تعرفوها تعالوا قناتي هتعرفوها كلها قبل ما حد يقولك اي حاجة. وكواليس محدش يقدر يقولها لك الا العبد لله. اعملوا لايك واشتراك وانتظروا كل جديد. كان معاكم محمود عابدين الشهير بعابدين مصر. السلام عليكم.